كلنا هنقول بعلو صوتنا يسقط يسقط حكم العسكر، ولا بنخرب ولا بنكسر. ما زلنا بننبه، مفيش شوارع جانبيه في المسيره، ما زلنا ماشيين على البحر. ما تستجبش للمصايد اللي بيعملها العسكر. ايه اللي حصل عشان نبقى فاهمين؟ اللي حصل ان احنا ماشيين بمسيره من القائد ابراهيم ومن جامع الصحابه، خرج علينا عند المنطقه الشماليه كلاب العسكر اللي هم البلطجيه، وبعد كلاب العسكر ما مشوا، بعد ما مشيناهم خرج العسكر نفسه وضربوا قنابل مسيله للدموع تاني في مشهد متكرر من مشاهد الثوره. حسبنا الله ونعم الوكيل. اضرب غاز اضرب خرطوش، اضرب غاز اضرب خرطوش. عسكر تاني ما بحبوش، عسكر تاني ما يحكموش. اضرب خرطوش ومطاطي، احنا كرهنا الصوت الواطي. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام إلى تغطيتنا المستمرة معكم من قناة الجزيرة مباشر مصر لمظاهرات اليوم التي أطلقها التحالف الوطني لدعم الشرعية تحت شعار الوفاء لدماء الشهداء. نعود مجددا إلى محافظة الإسكندرية للوقوف على آخر تطورات المشهد هناك اليوم. إسلام، يعني مع إسلام بالطبع، إسلام، بوابة الأهرام تقول أن هناك مناوشات ومطاردات بين أنصار الدكتور محمد مرسي والسيسي قرب مسجد القائد إبراهيم، ما صح ذلك؟ نعم، يعني هو قبل أن تبدأ المسيرات يعني يوم الجمعة دائما ما يكون هناك عدد من المجهولين أو البلطجية يعني ربما يحاولون منع خروج المظاهرة من أمام إبراهيم، وهذا الأمر يعني عهدناه يعني منذ 3 أسابيع. هم لا يتعدى يعني عددهم 20 شخصا، وتحدث مناوشات بسيطة بالحجارة، ومن ثم تنتهي سريعا. الأمر لا يستغرق سوى دقائق، ومن ثم تكمل المسيرة سيرها عبر طريق الكورنيش، وكما ترى المسيرة بالفعل استكملت سيرها عبر طريق الكورنيش. ولكن منذ قليل يعني دعيني أحدثك منذ قليل وأثناء عبور المسيرة من أمام المنطقة أو شارع المشير الذي يؤدي إلى المنطقة الشمالية العسكرية، يعني خرجت قوات الشرطة وأطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع على مؤخرة المسيرة، ربما في محاولة لإبعاد المسيرة عن ميدان سيدي جابر أو عن المنطقة الشمالية العسكرية. الأمر أيضا لم يستغرق سوى دقائق، ومن ثم أكملت المسيرة سيرها. يعني الإطلاق تم من مؤخرة المسيرة من أمام شارع المشير الذي هو بالقرب من المنطقة الشمالية العسكرية بسيدي جابر على مؤخرة المسيرة. إطلاق غاز مسيل الدموع، قنبلة أو 2، ومن ثم توقف الضرب وبدأت المسيرة يعني تستكمل سيرها باتجاه سان ستيفانو مول على طريق الكورنيش. بالرغم من أن المسيرة يعني لم تتجه ولم تكن تنتوي أن تتجه يمينا باتجاه ميدان سيدي جابر أو المنطقة الشمالية العسكرية، إلا أن يعني قوات الشرطة حرصت أن تبعد المسيرة بقنابل الغاز المسيلة للدموع، لأن العدد كبير للغاية، ولأنها ربما لا تريد أن تتجه المسيرة باتجاه ميدان سيدي جابر أو بالقرب أصلا من المنطقة الشمالية العسكرية. هذا هو المشهد حتى اللحظة، والمسيرة مكتملة في طريقها إلى سان ستيفانو مول، بالإضافة إلى 3 مسيرات أخرى من المقرر أيضا أن تلتحم بهذه المسيرة الكبيرة الحاشدة على طريق الكورنيش. من المقرر أن تلتحم هذه المسيرات جميعها يعني عقب صلاة العصر. طيب، إطلاق قنبلة غاز لمدة دقائق كما ذكرت، هل أسفرت عن أي اختناقات من قبل المتظاهرين؟ يعني المتظاهرين حاولوا تفادي هذا الامر، وحاولوا يعني الهرولة والجري باتجاه المسيرة ابتعادا عن الغاز، ويعني لم يوجد اصابات حتى اللحظة. يعني بالفعل هم الان ربما نجحوا في التفادي هذه القنبلة، وربما الامر الان توقف وبعدوا بشكل كبير عن المنطقة التي يطلق منها الغاز المسيل للدموع، وهم الان في طريقهم الى ميدان سان ستيفانو بعد قليل. شكرا جزيلا لك إسلام، كنت معنا من الإسكندرية وأطلعتنا على آخر تطورات المشهد هناك.
الآن ينضم إلينا ماهر من الوادي الجديد. طيب، قبل أن ننتقل إلى ماهر من الوادي الجديد، هذه صور حية مشاهدينا الكرام تأتينا من الإسكندرية تظهر قوات الأمن وهي تطلق الغاز والمتظاهرين يركضون. ماراثون الحرية على البحر، والله انتوا عاملين ماراثون الحرية الآن، ماراثون الحرية الآن، سير أحرار هنكمل المشوار. إذا كما تتابعون مشاهدينا الكرام، المتظاهرون يركضون وخلفهم عربات الأمن المركزي. كما تابعتم منذ لحظات، المتظاهرون في الإسكندرية يركضون وخلفهم عربات الأمن المركزي، ويتصاعد على ما يبدو دخان قنابل الغاز المسيل للدموع منها. وكما تابعنا، عربات الأمن المركزي يتصاعد منها على ما يبدو دخان القنابل المسيلة للدموع التي وفقا لإسلام من الإسكندرية أطلقتها على المتظاهرين، ولم تسفر عن وقوع أي إصابات أو اختناقات. يوم الجمعة 13/9 في اسكندرية على البحر بيضربها السيسي وأزلامه، خرج لنا المدرعات شرطة وجيش. أما هذه الصور فهي الآن من الإسكندرية. ضرب الثوار بالغاز، ضرب الثوار بالغاز، ضرب الثوار بالغاز. السيسي يا ناس، السيسي اهو خلى الجندي يضرب اخوه. السيسي يا ناس، السيسي اهو خلى الجندي يضرب اخوه. نقول تاني اللي حصل ان مسيرة كبيرة، مسيرة من مسيرات اهل اسكندرية الاحرار خرجت بعد صلاة الجمعة. اللي عايز يمنعها السيسي، عايز يمنع الجمعة، وعايز يمنع الصلاة، وعايز يمنع الحرية، وعايز يمنع المسيرة، وعايز يمنع الاحرار انهم يقولوا صوتهم. اخر ما زهق ضربنا بخرطوش، ضربنا بغاز مسيل للدموع. شوف يا مصري عايز يتعمل فيك ايه، شوف يا مصري السيسي بيفكر لك ازاي. ما تعبناش يا سيسي، ما رجعناش بقتل يا سيسي. ستات ورجاله جريوا اكتر من كيلو على البحر، ستات ورجاله عرقوا في الصيف في الحر، اخوان وغير اخوان مصريين نازلين ضدك يا سيسي. يسقط حكم العسكر، يسقط حكم العسكر. العالم كله شايف الاحرار معانا بس مباشر الان على كل قنوات العالم المهتمة بالحرية، شافت وعينت وبصت ونظرت وشافت الثوار اللي بيجروا في بلدهم. بنجري هروبا من جيش بلدنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. جمع بقى في حارة واحدة تاني، جمع في حارة واحدة تاني. جيش العدو ماشي خلاص، هنقول عليك جيش العدو لانك عدو. نجمع بقى شبابنا تاني ونجمع نسائنا تاني بعد ما فركشنا الغاصب الغادر. السيسي باعت ازلامه، باعت رجالته اللي بياخدوا مرتباتهم من عرقنا، اللي بياخدوا فلوسهم اللي زادت 50% من عرقنا، ورجع يقول مفيش حد ادنى. ليه؟ ما انت صرفت 300 مليون عليهم عشان يبقى عنده قلب يضربنا، صرفت 300 مليون جنيه عليهم عشان يقدر يطلع رصاصته من مسدسه، صرفت عليهم كتير عشان يضربونا، يضربوا الثوار. طب اضرب نار اضرب مطاطي، طب اضرب نار اضرب مطاطي. احنا كرهنا الصوت الواطي، احنا كرهنا الصوت الواطي. صوت السائر عالي عالي، دم المصري غالي غالي. صوت السائر عالي عالي، دم المصري غالي غالي.
الله اكبر عايزينها تزلزل، الله اكبر عايزينها تتقال من قلب لانها